مسك مكنة الحلاقة والأدوات اللي بيحلق بيها للزباين وشلوا حواجبه من الجذور ما خللهاش أثر. فيديو صدم الجمهور على التيك توك، الشاب بيشيل حواجبه عند حلاق، مش هتصدق شكله بقى ازاي. الموضة ما بقتش مجرد خط بتعمله في حواجبك، ولو انت جامد قوي ومفيش منك اتنين يعني بيبقوا خطين، وشفنا مشاهير كتير عملوها وبرضه شباب كتير قلدوهم. ودي موضة اسمها الحاجب المشقوق، وفي اللي بتكون طبيعية فيهم ووقعوا وهم صغيرين في مكان الحاجب، فلما بيكبروا بيظهر المكان ده فاضي، ولكن بيتاخدوا في الرجلين ويتقال انهم عاملين موضة الحاجب المشقوق. ورغم انها موضة قديمة شوية، ولكن لحد النهاردة شباب كتير بيعملوها. بس ظهرت بقى تقليعة جديدة بين الشباب، وهي انهم بيشيلوا الحواجب خالص. ايوه، انتشر فيديو على التيك توك لشاب صغير في السن الحلاق بيشيله حواجبه، والغريبة انه كان مبسوط وبكامل رضاه، واكيد هو اللي طلب من الحلاق يعمل كده. طبعا الجمهور اشمئز من المنظر اللي شافوه، وانه ازاي هيمشي من غير حواجب كده، وبقوا يسخروا منهم ويقولوا اكيد هيعملها تاتو زي الستات. ولو لفت نظرهم ان الشاب ده كان لابس حلق كمان وشكلهم مش مصري، علشان كده البعض شك ان التقليع والموضة دي مش في مصر اصلا. انتوا بقى شايفين الموضة دي ازاي؟ وهل ممكن يكون في يوم من الأيام الشباب المصريين يعملوها؟ شاركونا في التعليقات.